أنا مؤخراً بنيت طائرة تقلع وتهبط عمودياً بالتحكم عن بعد، واللي مصممة علشان تكون مستقرة وفعالة على مستوى النماذج. بس دايماً كان نفسي أبني نموذج يشبه ويطير زي الطيارة الحقيقية في 22 أوسبري. الأوسبري بالحجم الكامل في الأساس هي طيارة عليها هليكوبتر على كل طرف جناح، وده بيديها التحكم المطلوب وهي بتعلق في الجو. لحسن الحظ إحنا عندنا إمكانية نستخدم نماذج هليكوبتر ونماذج طيارات، فكل اللي محتاج أعمله إني أدمج الاتنين مع بعض زي ما هو في الحقيقة. في شوية ناس قدروا يعملوا ده قبل كده عن طريق تعديل تصاميم هليكوبتر جاهزة بشكل كبير، وده فعلاً إنجاز إنهم يقدروا يحشروا كل المكونات الميكانيكية بتاعت الهليكوبتر في مساحة صغيرة كده. ومع إني معجب بالشغل اللي بيتعمل في الأنظمة دي، بس تكلفة ووزن مكونات الهليكوبتر صعب أبررهم للمشروع ده. بعض النماذج الصغيرة عندها حل سهل، وهو إنهم يخبوا مروحة مغلفة صغيرة داخل جسم الطيارة من وراء. الحل ده بيشيل الحاجة لرؤوس ريش الهليكوبتر عشان التحكم في الميل أثناء التحويم. بس ده مش مثالي، لأنه لما تكون الطيارة على الأرض الفتحة الكبيرة في جسم الطيارة بتكون واضحة، وكمان بتطلع صوت عالي والصريخ وهي بتتحوم. الطيارة V2L اللي عملتها قبل كده كانت بتتحكم في محور الميل أثناء التحويم عن طريق إمالة الموتورات لقدام وورا، وده كان شغال كويس جدا. بس هيبقى شكلها غريب جدا لو محركات الأوسبري الكبيرة بتتحرك بسرعة لقدام وورا. عشان كده ده خطتي. من كام سنة أنا بنيت هليكوبتر موديل بتاعتي، وكانت بتستخدم رأس دوار مطبوعة ثلاثية الأبعاد وبعض الإلكترونيات المثيرة. رأس الدوار كان بسيط جدا وما كانش محتاج كل ميكانيكا الربط المعقدة بتاعة الهليكوبتر التقليدية، وده وفر في الوزن والتكلفة. طريقة عمله إنه كل شفرة متوصلة بمفصلة، والمفصلة دي بتتحرك بحرية ومفيش أي أجزاء ميكانيكية بتتحكم فيها. بس بسبب زاوية المفصلات لو الشفرة اتحركت لقدام وورا، زاوية الهجوم بتاعة الشفرة هتتغير، وزاوية ميل الشفرة دي بتكون معكوسة في الشفرة اللي قدامها. دلوقتي عشان الشفرات بتتحرك بحرية حوالين كل مفصلة، التحكم في زاوية ميل الشفرة بيتم عن طريق تغيير سرعة الموتور. يعني مثلا لو الموتور زود القوة في الاتجاه ده علشان يزود عدد اللفات في الدقيقة، الاتنين شفرات هيتأخروا شوية، وده هيخلي زاوية الهجوم عالية في ناحية وزاوية الهجوم قليلة في الناحية التانية. ونفس الكلام هيحصل لو فرملنا الموتور فجأة، بس تغيير زاوية ميل الشفرة هيكون بالعكس. دلوقتي الصعوبة بتظهر لما ندرك إن الهليكوبتر بتعدل زاوية ميل الشفرات مع كل لفة من راس الروتور. يعني مثلا لو عايزين رفعة أكتر من ناحية ورفعة أقل من الناحية التانية، الموتور هيحتاج يسرع نص اللفة وبعدين يبطئ النص التاني، وده بيخلي الشفرات تتحرك رايح جاي، وده ممكن يحصل كذا مرة في التانية. الطريقة اللي بنحقق بيها التحكم في الموتور هي إننا بنقيس زاوية الموتور باستخدام حساس مغناطيسي متثبت في أسفل محور الموتور، وبعدين باستخدام شوية كود نقدر نضرب قيمة الميل المطلوبة في جيب زاوية الموتور، وده بيخلي فيه موجة جيبية على خرج دواسة البنزين. ولما بنركب رأس الدوار بيكون واضح إنه زاوية ميل الريشة أكبر من ناحية عن الناحية الثانية. دلوقتي لما بنيت الهليكوبتر اللي فاتت وقعتها كذا مرة قبل ما أعرف أشغلها، بس في المشروع ده أفضل إنها ما تقعش خالص. فعشان كده عملت جهاز اختبار بيسمح للموتور ورأس الدوار يتحركوا حوالين محور واحد، ولحد دلوقتي شكله شغال كويس، خصوصاً في الحركة البطيئة. واضح جداً إن الشفرات بتعمل زاوية هجوم أكبر من ناحية عن التانية، بس في حاجة ناقصة في التركيبة دي. الأوسبري الحقيقي فيه 3 شفرات في كل دوار مش 2، فعشان كده طبعت رأس دوار ب3 شفرات بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وحطيت فيها شفرتين بنفس زاوية المفصلة والشفرة الثالثة بمفصلة معكوسة. ودي ميزة وجود جهاز اختبار عشان أقدر أجرب الحاجات دي من غير أي عواقب. لكن المدهش إن رأس الدوار ب3 شفرات شغالة كويس برضه. ومن التصوير البطيء يبدو أحياناً إنه الشفرات بتكون بزاوية غلط وهما بيعدوا منتصف الدوران، لكن في أغلب وقت الدوران الشفرات بتأدي زاوية الميل الصح، وده بيخلي الذراع يميل ناحية الشمال. الخطوة الجاية هي تعديل منصة الاختبار علشان نشوف إزاي الدوار ده هيتحكم في محور الميل للطائرة وهي بتحوم.
ده بيتعمل عن طريق تركيب وحدة جيروسكوب وحساس تسارع على الذراع، ونشوف مدى دقة الحركة. بعد كده نقدر نضيف شوية أوزان على الأذرع علشان نزود القصور الذاتي ونقرب أكتر لمحاكاة جسم الأوسبير الكبير وهو بيتحرك رايح جاي. وبالرغم من كده باين إنه عنده قدرة تحكم كويسة حتى مع زيادة القصور الذاتي بسبب الذراع المثقل. واضح جدا من التصوير البطيء إن شفرات الهليكوبتر البلاستيك الخفيفة دي بتعاني شوية، فطلبت شفرات تانية حجمها قريب بس مصممة لهليكوبتر أكروباتي أكتر. يعني الشفرات دي أصلب بكتير. ده خلى رأس الدوار تتحكم أكتر بكتير، بس أوقات لما تقوي جزء تاني ممكن يبوظ. ده ممكن يكون مشكلة شوية. أوبس. بعد كده عدلت تصميم محور رأس الدوار علشان يتقطع من الألومنيوم، وكمان قويت مفصلات الدوار علشان أمنع الفشل الكارثي ده يحصل تاني. ودلوقتي مش بس رأس الدوار بقت أقل عرضة للانفجار، لكن كمان أداؤه بقى أحسن. يعني إحنا فعلياً بنينا واحدة من الهليكوبترات اللي بتتحكم فيها بالراديو دي بتكلفة وتعقيد أقل بكتير، وكمان وفرنا في الوزن. قبل ما أبدأ أبني الأجزاء اللي هتخلي الطيارة شكلها زي الأوسبري الحقيقية، أول حاجة لازم نبني هيكل داخلي للطائرة. وزي ما عملت في الطيارات العمودية اللي بنيتها قبل كده، هستخدم ألواح بلاستيك مدعمة بالألياف الزجاجية لأنها سهلة في التقطيع للأجزاء اللي محتاجها. وبعد كده بربطهم مع بعض باستخدام حوامل مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. اخترت أستخدم ألواح سمكها 2 مايلي علشان محتاج الهيكل يكون قوي، وده علشان يشيل أكبر حمل ممكن عن جسم الطيارة النهائي، ويا ريت الوزن يفضل خفيف على قد ما أقدر. الخطوة اللي جاية هي بناء قواعد الموتور وآليات الميلان، ودي بتتكون من شوية ألواح فايبر جلاس وسيرفو كبير علشان يميل الموتور وقت الانتقال. بعد كده بيثبت ده على عرضة الجناح بتثبيت محكم بالضغط، والسيرفو يقدر يتحكم في ميلان الموتور بعصاية دفع صغيرة زي آخر طيارة فيتول عملتها. أنا بستخدم وحدة تحكم طيران مبنية على أردوينو وبتشغل كود مخصص اسمه دريم فلايت، مع وحدة تحكم في الموتور 4-في-1 ومنظم جهد RC عادي 5 فولت لتشغيل السيرفوهات. كان الوقت جه إني ألحم أسلاك الموتور وأوصل السيرفوهات، وقبل الاختبار كل حاجة اشتغلت زي ما المفروض. بعد كده ركبت رأس الدوار على واحد من الموتورات وثبتت الطيارة على الترابيزة بشوية أوزان عشان نقدر نشوف إذا كان رأس الدوار بيشتغل زي ما كان على جهاز الاختبار ولا لأ. ويبان إنه عايز يميل الطيارة لقدام وورا، فده معناه إن الوقت جه لتجربة طيران حقيقية. مش بالضبط اللي كنت متوقعه، بس بعد شوية تعديلات الموضوع بقى شكله مبشر شوية. ودلوقتي احنا رجعنا كذا خطوة لورا. ببساطة اللي بيحصل إن وحدة التحكم في الطيران بتفصل، وده بيخلي كل حاجة تعيد التشغيل، بس ده بيحصل بشكل عشوائي، فمش قادر أحدد بالضبط إيه السبب. على أي حال طلع السبب هو منظم 3 فولت على لوحة وحدة التحكم في الطيران، وده كان واضح باستخدام الكاميرا الحرارية. فعشان أحل المشكلة ضفت منظم جهد خارجي، والمشكلة اتحلت. بس بعدين لاحظت اهتزاز غريب كان بيظهر فجأة وبعدين يبقى عنيف جدا، لدرجة إن الطيارة كانت بتقع فجأة من الهواء. نظريتي كانت إنه عدد لفات الريشة في الدقيقة كان بيوصل لتردد رنان مع عارضة الجناح، فزودت شوية خيط نايلون علشان أحاول أقوي الهيكل. بس للأسف ده ما ساعدش كتير، فبعد كده ضفت شوية دعامات من ألياف الكربون، وده عمل فرق كبير. وأخيراً قدر يطلع من على الأرض ويحوم، مع إن كان واضح إن الاهتزازات لسه موجودة. حاولت أوازن الروتوري والرأس والريش على قد ما أقدر، وده فعلاً عمل فرق بسيط، بس الاهتزازات لسه ما اختفتش تماماً. فالنظرية اللي بعديها كانت إن قواعد الموتور بتتحرك أو في فراغ في المفصلات،
فطبع الثلاثي الأبعاد قواعد موتور أقصر وأقوى بكتير وبتتثبت مباشرة على عارضة الجناح. ده معناه طبعاً إنه مش هيبقى عندي تحكم، بس لو قدر يثبت في مكانه هعرف إيه كانت المشكلة. رغم الدوران ناحية اليمين بسبب عدم وجود تحكم في الانحراف، الاهتزازات دي شكلها اختفت تماماً. فأنا لفيت قواعد الموتور بإيدي عشان أحاول أوقف الدوران. وأخيراً إحنا بدأنا نوصل لحاجة. التحكم في الميل مع رؤوس الدوار المطبوعة ثلاثية الأبعاد شغال بشكل مفاجئ كويس، والموتورات بتفضل هادية وباردة. كل اللي محتاجه دلوقتي هو جناح أقوى وآلية إمالة موتور معاد تصميمها بالكامل. ده يمكن شكله شبه التصميم اللي فات، بس فيه شوية تحسينات كبيرة. أوضح حاجة هي نظام التروس الجديد اللي على شكل عظمة السمكة لتحريك الموتور، وده شال الفراغ اللي كان موجود في العصا القديمة. وبرضه السيرفوهات الرخيصة دي مش أدق حاجة، بس عندها حوالي 100 درجة حركة. عشان كده التروس معمولة بنسبة 3:1، لأننا بس محتاجين آلية الميل تميل حوالي 100 درجة. عشان أشيل الفراغ في المفصلة اخترت أستخدم 3 رولمان بيلي صغيرين ممكن أشدهم عشان يركبوا على العمود، وده كمان أخف من رولمان بيلي كبير واحد. وكمان الأعمدة دي مش متصنعة بدقة، فكان صعب جدا ألاقي رولمان بلي كبير يركب عليها. لسه في شوية مرونة في الجزء ده من الإطار، بس الموضوع بيبان أكتر بكتير لما يكون على الأرض عشان الموتور بيتحرك رايح جاي، فممكن أعززه بعدين. لكن دلوقتي جه وقت تجربة طيران تانية. وأخيراً بيطير من غير أي دعامات على عارضة الجناح ومع كل آليات ميلان الموتور راكبة. والمفاجأة إنه حاسس إنه ثابت جداً حتى في اليوم اللي فيه رياح زي ده. وكمان سهل التحكم فيه جداً، لكن علشان أقلل الاهتزازات حطيت حد لقد إيه وحدة التحكم في الطيران تقدر تغير سرعات الموتور. ففي حالات التحكم الشديدة أو مع هبة ريح قوية بيبقى صعب عليه يرجع يتوازن. مع ذلك غالباً مش هطير بمناولات تحويم شديدة قوية أول ما أخلص جسم الطيارة الكبير. وبما إننا بنتكلم عن جسم الطيارة، هبنيه في الفيديو الجاي باستخدام تقنيات طباعة ثلاثية الأبعاد مثيرة زي ما عملت مع الجناح المطبوع ثلاثي الأبعاد في آخر فيديو فيتول ليا. فخليك متابع عشان ده دلوقتي. زي ما ممكن تتخيل الطيارة دي لازم تتوزن كويس جدا عشان تمنع الموتورات تسخن. شكرا جدا لمتابعتك الفيديو ده، وهشوفك في الجزء الثاني. مع السلامة.